السلام عليكم، شلونكم؟ وياكم شهد بأول فيديو خاص لليوتيوب. راح أشارك وياكم نهار بالمطبخ من روتين تنظيف وطبخ وصفات. تقريبا حنطبخ وصفتين بالقرنابيط للي يحبون القرنابيط. أنا قعدت متأخرة شوية، وقبل بيوم كان عيد ميلاد ابني عبد الرحمن عبودي، أنا يصيحوني أم عبودي. فتعرفون بالليل يعني قعدوا الجهال ويانا، سوينا لهم سهرة بسيطة، فعفت كل شي، عفت المطبخ مقلوب ورحت نمت. من قعدت الصبح محضرة اللحم من الليل، خليته يموع. طبعا هذا اللحم مال عيد، حتى اسمي مكتوب عليه كان. فخليت اللحم على النار، سلقته، وقلت بين ما ينسلق اللحم اني ابلش يعني افرغ شوي من السنك ونرتب الامور. فهنا اللحم دا ينسلق، واول ما طلع من عنده هذا الوغف او الريم شلته من عنده، صار صافي. وهسه رحت للماعين. من الماعين انا عندي غسالة صحون، فراح مجرد انه اوقع الوسخ الزايد من عندها. اللي عنده غسالة صحون يعرف هذا الشيء. اوقع الوسخ الزايد من عندها، بس اخذها بالماء بدون غسل يعني، واروح اصفطها بغسالة الصحون. فهاي الوجبة هسه بغسالة الصحون، الباقي اغسله بايدي. اكو اشياء يعني مثل الجدار هي تنحط بغسالة الصحون، بس غسالة الصحون شوية شوية راح تأثر عليهن. يعني الجدر اللي ما يلتصق، مثل هسه هذا الجدر دا اغسله هنا، هذا يعني نقدر نقول جرانيت هيك شي. هو مو جرانيت اصلي، بس هو نفس هاي الفكرة. هذني بالغسالة مال الصحون بالحرارة مالتها، حرارتها كلش قوية، شوي شوي تقوم تلزق. يعني المادة اللي تمنع الالتصاق راح تخف شوي شوي بالحرارة مال غسالة الصحون. فهذني انا افضل اغسلها بيدي حتى اطول عمرها. هسه حتى اطبخ المرقة، انا راح اسوي مرقة مال قرنابيط. ما اعرف، يمكن اكو ناس ما يعرفوها، بس اكو ناس هم هواي يحبوها. احنا من الناس اللي نحب مرقة القرنابيط، انا بالبيت انا واطفالي نحبها، بس عندنا زوجي ما يحبها، فراح نطبخ له طبخة ثانية وياكم بهذا الفيديو. اول شي طبعا ثرمت البصل. عندي جماعتي هناك بالبرامج الثانية يحبون الستوريات من اثرم لهم البصل وهاي، فاذا ما متابعيني يقدرون يتابعوني هناك. اترك لكم حساباتي اسفل الفيديو. القرنابيط اول شي شلت هاي يعني شلون الجمارة مالته احنا نسميها، شلتها وراح اقطعها قطع كبار، لان ما نريد نسوي قطع صغار يعني حتى ما يمرد بالمرقة. فاسوي قطع كبار هيجي، واغسله كلش زين. ونروح على الجدر، ضفت شوية زيت بالجدر، وضفت البصل احمسه شوية، وبعدين انزل عليه اللحم اللي سلقته. اللحم تقريبا مستوي 3/4 سوا، او حتى لو تسوي تسوية كاملة براحتكم. ضفت اللحم، حقلبهم شوية سوا، وبعدين اضيف القرنابيط ورا ما غسلته، نقلب ويا القرنابيط. واخير شي حضيف معجون طماطة، احمسه شوية حمسة بسيطة، ونغطيه بالمي. وهنا بعد هي تعوف ويستوي على راحته، ما ياخذ وقت. المهم اهم شي القرنابيط يعني من يبدي يستوي لا تظلون تقلبون بيه لين يمرد. احنا نريده يبقى قطع هيك صحيحة يعني، احنا نحبها هيك. اذا انتم تحبوها ممرودة براحتكم، بس انا دا اقول لكم مثل ما احنا نحبها ببيتنا. ضفت المي مال اللحم، وهسه راح اضيف المي عادي كملت بيه. طبعا هاي فاصل مال الكهرباء طفت ورجعت، وحنغطيه واتركه. هنا المرقة ورا ما بدأت تغلي راح اضيف لها الملح، وحضيف عندي رارنج او نارنج، انا مجمدته، عاصرته ومجمدته. ضفت قطعة من عنده حتى يعني هو طيبة بيها شوية حموضة. وراح اضيف، لا ما راح اضيف شيء، بس راح اغطيها واتركها على النار تدخن، واقدمها ويا التمن الابيض. شوف التمن ما شاء الله عبالك ريش. انا طبختها بطريقة البزل. هنا المعجون راح اشيله شوية الملم، خليه بالثلاجة. وهنا راح اسوي حمسة مال قرنابيط ولحم الابو عبودي، لان ما يحب القرنابيط، يعني هو يحب القرنابيط بس ما يحبه بالمرقة. حمست شوية ليه، وضفت بصل مثروم ناعم، حمسته شوية، بعدين ضفت لحم مثروم. ومرات اذا عندي لحم يعني غنم شرح اقطعه هيجي واضيفه وياه بمكان اللحم المثروم حسب المتوفر. ضفت القرنابيط هنا مسالكته ني عادي، ضفته هنا مقطعته صغار طبعا، حمسته وضفت عليه فلفل اسود وكاري وملح. وراح اضيف مي تقريبا نص كوب هيك يعني، فشي مجرد اني اغطيه شويه. وراح اغطيه واتركه الى ان يستوي القرنابيط كلش زين، وبعدين نحمسه كلش زين. هي اهم شي الحمس بالاخير، هي طعمها بالحمس. حمسته وهذا صار شكلها النهائي. هسه راح اقدمها ويا التمن الابيض، لان انا طابخه تمن للجميع يعني للعائله. فهنا أنا على اساس دا افيك دا اسوي بالكاسه واقلبه واسوي لكم، اسوي شكل يعني مال
تمن، بس التمن ما قد ما خفيف حتى يعني قبل ما معجن ولا زيت قليل بيه فما لزن. وقع، فرتبته شلون ما كان، وخليت شو اسمها الحمسة مال قرنابيط داير مداير وبس. والله هنا صارت الحمسة جاهزة، وهذا الطبق مال ابو عبودي صار جاهز. زينته هيجي بفجلاية للفيكة بس، وراح نصب المرقة مالتنا مال قرنابيط. وهذه مرقتنا. احنا من الناس اللي مو كلش هواية ناكل تمن ومرقة، اكثر شي يعني يحبون النواشف دائما، فكلش قليل اسوي تمن ومرقة، مو يومية يعني، يمكن تصدف مرة او مرتين بالاسبوع، مرات اقل والله. فكلش احير بالغدا والعشاء، لان مرات يعني الاكل نفسه مال العشاء ناكله بالغدا، فيعني تصير عندي حيرة مضاعفة. وهذا شكل المرقة وراها ما كملت، وعلينا وعليكم بالعافية. اكيد ضروري كل بيت عراقي ورا الغدا يسوي الشاي. هذا شكر الدايت مالتي، انا دائما اسوي دايت، حتى يعني اني طبعا شلون مجرد حتى ما احافظ على وزني باختصار. يعني صبيت الشاي مالتي ومال ابو عبودي، ونروح نشرب الشاي، وراها نرجع نسوي لنا جولة ثانية على المطبخ. يعني المواعين ولا هاي ما تخلص، تتكاثر، واكيد هاي معاناتكم كلكم. فاذا عجبكم هيجي فيديو اكتبوا لي بالتعليقات حتى استمر بهيجي فيديوهات، واذا ما تحبون حتى نبقى على الطبخ بس. هنا طبعا ورا ما خلصنا الغداء، الجلفة اليومية مال طباخ على السريع، يعني هذا مو غسل، شلون نقول، مو تنظيف عميق، مجرد جلف بسيط مال بعد الوجبات. فجلفته بالوصلة بالاسفنجة، ومسحته بالوصلة المبللة، وبعدين انا احب المعه بالملمع مال الزجاج، لان هو الطباخ زجاج فيطلع كلش حلو باللمعة بيه. لمعت الطباخ وكملت، وراح اروح المع الميز، وهم انا احب المعه بملمع الزجاج، لان هم الميز مالتي زجاج، وانا عموما يعني المطبخ كله المعه بالملمع الزجاج، هواي اصرف من عنده. حتى الكاونترات، لان المرمر مالتي اسود، هو مو مرمر، هو كوارتز، فهم انا ارشه بملمع الزجاج والمعه يطلع كلش حلو، يطلع يلمع وبس. والله هذا كان فيديو اليوم. شوفوا هنا الهوسة اللي على الكاونتر، أدوية، الكثير من الأدوية. البارحة كنا يم الطبيب، ابني مريض الصغير عنده فقر دم وبلاعيمة، يعني فهو أدوية وفيتامينات وهيجي سوالف. لمعت الكاونتر ولملمته وفرغته على السريع. وقولوا لي شنو تحبون عندكم أفكار تحبون أسويها بالفيديو، أو أسئلة تحبون تعرفوها عني، باعتبار أنا ما معرفتكم عن نفسي هنا، بس جماعتي باقي البرامج يعرفوني. هنا غسلت الصحون، حضرت كل شيء وطفت الكهرباء كالعادة. طبعا هاي الغسالة بعد بالليل وجبة ثانية، من نخلص العشاء إن شاء الله أخلي الوجبة الثانية وأشغلها. وهذا المطبخ بالأخير ورا ما خلصنا تنظيف. أي سؤال عندكم، أي شيء تحبون، إذا عجبكم هيجي فيديو اكتبوا لي شنو انطباعكم عنه إذا حبيتوا. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة.